اليوم طبعا كانت لي زيارة خاصة. قلق وعدم الراحة طوال مدرسة صحيح أن لها دور، ولكن متابعة الأسرة والانتباه للأمر هذا طبعا من أسباب نجاح وجود إدارة مدرسية ناجحة. والإدارة المدرسية يجب أن تكون متعاونة مع هذا المعلم، تساعده على تطوير نفسه من خلال ترشيحه للدورات، من خلال ترشيحه لورش العمل، من خلال تنظيم زيارات تبادلية بينه وبين زملائه في داخل المدرسة. إذا لم تتوفر ورش العمل أو لم يتم ترشيحه لورش عمل خارج المبنى المدرسي، فأيضا الإدارة المدرسية الناجحة تستطيع عقد ورش عمل داخل المدرسة. كل العوامل هذه تساعد على تطوير هذا المعلم لتجاوز مراحل كثيرة في هذه المهنة. المبنى المدرسي أيضا له دور كبير في نجاح المعلمين وتجاوزهم لبعض قصور في العملية التعليمية. إذا كان مبنى مدرسي جيد، فصول دراسية نظيفة، وجود مختبرات، وجود مواقع داخل المدرسة لعقد ورش العمل، كل العوامل هذه تعتبر عوامل رئيسية في نجاح المعلم.